السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى مخلل بتنجان، اللي هو البتنجان الاسمر. شلنا العنج بتاعه. طبعا البتنجان متوفر في السوق ومش غالي، سعره كويس لان ده الموسم بتاع البتنجان. هنا معايا مية على النار بتغلي، هننزل بالبتنجان. هستنى لحد ما الميه تغلي، هسلقه نص سلقه لان احنا طبعا في جو الصيف، عشان ما يبص مني ولا يتهري. يقعد معايا اسبوع او 2 حسب اكلكم. هنغطي عليه ونسيبه على ما البتنجان بتاعنا الجميل يتسلق. معانا الدقه بتاعته دي هريسه مش شطه، دي شطه بتوم بملح، وهنا معلقه من صغيره كمون ومعلقه كزبره ومعلقه ملح لان احنا حاطين هنا ملح ولسه هنحط تاني. ودول 3 ليمونات وربع كوبايه من الخل عشان نعمل احلى مخلل بتنجان. بيتحط على الفطار او على الغدا، طعمه جميل قوي. الطريقه بتاعتي دي عايزاكم تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. الوصفه بتاعتي هتعجبكم قوي في البتنجان. كده خلاص البتنجان اتسلق. كده خلاص شلته من الميه السخنه، حطيناه في ميه من التلاجة. كده سواه مظبوط، لو طيب قوي كده كويس. هنبتدي بقى نعمل الخلطه بتاعته. معايا ربع كوبايه خل، هنزل بالكمون والكزبره والملح، وهعصر الليمون كله. هنشيل البذر ده طبعا. كده خلاص بعد ما عصرت 3 ليمونات هنقلب بقى الحشوه كويس. البتنجان هتمسكيه بحرف السكينه تفتحيه كده. هنبتدي بالمعلقه مش بايدينا لان الشطه حراقه. هنبتدي واحده واحده نحشي البتنجان. هحشي الكميه كلها كده. بعد ما حشيت كميه البتنجان كلها هجيب بقى علبه عشان نعبي فيه او برطمان لو عندك اي حاجه. انا معايا هنا علبه نظيفه. هنبتدي نرصه. بعد 3 ايام بالظبط تاكلي منه، هيبقى احلى مخلل بتنجان. كده خلاص بعد ما رصيته ملينا العلبه. هنا معايا لتر من الميه، خد اللتر ده خد 3 معالق ملح، وبقت هريسه الشطه اللي احنا كنا عاملينها دلوقتي عشان بقى المخلل، وليمونه كبيره. ونقلب كله كويس. نبتدي نكبه على المخلل. خلصنا. ودي كانت وصفة البتنجان الجميلة المخلل بتاعنا. هنغطيه ونحطه في قلب التلاجة. يا رب لو الوصفة بتاعتي عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجة حلوة دايما انا بعملها. ومستنية تكتبولي وتقوليلي ايه رأيكم في وصفة البتنجان الجميلة دي بتاعتي. هستنى كلامكم الحلو ليا دايما، اخواتي وحبايبي اللي منورين. يا رب الوصفة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. مع السلامة.